عندنا 3 أنواع من أشكال الارتباط بيعملوهم الإخوة الحبيبة والمتجوزين. لو فهمتوهم كويس هيجاوبوكوا على أسئلة كتير قوي عندكم، واحتمال حتى لو كان ضعيف إن أنتوا ما تخشوش محكمة الأسرة. النوع الأول وده أكتر نوع منتشر في الوطن العربي، وهي العلاقة الاعتمادية أو الاتكال. وبتسمع دايما في جمل كده معروفة: أنا ما أقدرش أعيش من غيره وهو كل حياتي. والنوع ده بيكون دايما حماسي جدا وعايز يقدم للي قدامه كل حاجة من أول ثانية، لمجرد إن الطرف اللي قدامه قال له إن أنا بحبك وكلمتين كده حلوين، وبيطبق عليه جملة اللي بيجري ورا حاجة بحماس بيطلع في الآخر بالمهم. العلاقة التانية بقى بيسموها باللغة العربية الفصحى إنها علاقة غير اعتمادية، ودي أحسن من العلاقة الأولى لأن ما فيهاش إدمان الارتباط. هنا كل واحد بيعتمد على نفسه، بس المشكلة إن بتلاقي مسافة ما بين الطرفين شوية. العلاقة التالتة بقى وركزوا معايا عشان دايما الحلويات في الآخر. هي ببساطة كده عبارة عن 2 كل واحد فيهم بيعرف يعمل كل حاجة لوحده، بس اختاروا بمزاجهم يكونوا مع بعض عشان في الآخر يطلعوا بيت جميل. والناس دي دايما بتكون ناس عندهم مرحلة من الوعي كويسة، بيشوفوا إيه الحاجة اللي تريحهم وبيتفقوا عليها مع بعض وبيعملوها، واللي ما يريحهمش بيبعد عنه. نلخص العلاقة دي كده في جملة: أنا مش مضطر أحتاجك، أنا عايزك أنتي. اخترتك وعايزك أقوى من محتاجك وبتعيش أكتر. المحتوى المحترم يستاهل ان انتوا تنشروه لايك وشير، واكتبوا لي دايما رايكم في الكومنتات. انا مش من بتوع كبسوا. وعلى فكره انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.